هعمل بقى معاكم النهاردة احلى مسخن فلسطيني ممكن تجربوه في حياتكم. اكلة جديدة بالنسبة لناس كتير بس خطيرة. اول حاجة هنقطع كمية بصل كبيرة جدا، هو اساسها البصل. انا قطعت 5 كبار. التاني حاجة بقى مهمة جدا السماق. انا حطيت على البصل 2 كبار قوي سماق وملح وفلفل وحبهان مطحون. الحبهان مطحون اختياري. تاني حاجة اساسية زيت الزيتون، ودي حاجة مهمة جدا. دبس رمان اختياري وليمون اختياري. بعد كده هنحط نفس التوابل على الفراخ، بس هنزود السماق شوية، يعني بدل 2 كبار هناخد 3 معالق كبار. وبرضو الليمون ودبس الرمان اختياري مش اساسي، بس زيت الزيتون اساسي. بعد كده هندخل الفراخ الفرن، هنسويها عادي جدا كأننا بنعملها بالطريقة العادية. وبعد كده بقى هاخد البصل بتاعي ده هنزل بيه في حلة تكون ليها غطا، وبعدين هحطه على نار هادية جدا لحد ما ينزل ميته ويندمج كده مع زيت الزيتون ويستوي. بعد كده هاخد بقى عندي عيش، انا هنا مستخدمة نان بريد او عيش النان، لو عايزين طريقته قولولي. بعد كده هحط عليه البصل والفراخ وهدخله الفرن لحد ما العيش يقرمش كده شوية وياخد لون. بس كده هطلعها احط عليها مكسرات برضو ده اختياري، هتكون الاكلة جاهزة. جربوها خطيرة بجد تحفة.